اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض مرقة الخضروات من غير دقيق او نشا او جيلاتين. طريقتها بسيطة وسهلة جدا، وهنعملها كده من بواقي الخضار الموجودة عندك في التلاجة، ومش هنحتاج نشتريها تاني من بره، لان كلها مواد حافظة مضرة لصحتنا وصحة اولادنا. تابعيني في الفيديو علشان نشوف الطريقة، ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده انا معايا شوية من الخضروات، يعني اللي موجود عندك في التلاجة طلعيه. معايا بصلتين، ومعايا كام فص ثوم، وكمان معايا كوسة وجزر وبطاطس، وكمان طماطم، وكمان معايا فلفل اخضر وفلفل الوان وقرنبيط، ولو عندك بروكلي كمان حطيه، يعني اي خضار موجود عندك في التلاجة. الفاصوليا دي انا غسلتها ونضفتها وقطعتها بالشكل ده، والبسلة كمان كانت موجودة عندي في الفريزر طلعتها. واهم حاجة بقى في الوصفة بتاعتنا النهاردة قطعة الجنزبيل، جنزبيل فريش. لو مش موجودة عندك ممكن تستبدليه كده بجنزبيل بودر، مفيش مشكلة. والخضار ده انا معايا كده واحدة من البصل الاخضر ما تكتريش، وكمان نص حزمة من الكزبرة ونص حزمة من الشبت. مهم جدا الكرفس، الكرفس ده بقى ملك الوصفة بتاعتنا النهاردة. هبتدي اقطع الخضار بالشكل ده. البصل هاخده كده اقطعه صغير بالشكل ده، وهحطه كده في بولة على جنب، بس هقطع معاه كده كام فص من الثوم. هجيب برضو البصل الاخضر، ما تزوديش عن واحدة، ولو عندك كرات اخضر برضو حطي بديل للبصل الاخضر. بس البصل الاخضر ماشي الحال، بيفحفح كده الوصفة بتاعتنا، وبيخلي مرقة الخضروات ريحتها حلوة قوي. والبطاطس بقى انا هزود فيها شوية، وهقول لكم ليه. جبت بقى برضو الكوسة قطعتها بالشكل ده. قطعي كل الخضار صغير على قد ما تقدري علشان يكون سهل معاكي في التقليب. الجزر برضو هقطعه، الجزر ده طبعا مهم جدا واساسي في الوصفة بتاعتنا النهاردة. يبقى فيه شوية حاجات مهمة كده، زي الكرفس، زي البصل الاخضر، زي الجزر، زي الجنزبيل. واي خضار بعد كده بقى هاتي اللي موجود عندك في التلاجة. الفلفل الالوان مش لازم، يعني لو ما عندكيش مفيش مشكلة. الفلفل الاخضر لوحده كفاية قوي. هقطعه برضو مكعبات بالشكل ده. هاخد كل الخضار بتاعي واقطعه برضو، طماطمتين كده هاخدهم واقطعهم قطع صغيرة. والقرنبيط برضو لو ما عندكيش قرنبيط استغني عنه، مفيش مشكلة. هاخد برضو الخضار بتاعي وابتدي ان انا اقطعه برضو صغير بالشكل ده، بس العروق الاولانية دي هرميها، انا مش محتاجاها. والكرفس يا جماعة برضو اقطعه دلوقتي. عايزة اقول لكم بقى ان هو مهم جدا، بيدي ريحة حلوة قوي للمرقة بتاعتنا. انا خدت تقريبا كده 5 6 عيدان زي ما انتوا شايفين، ما خدتش الحزمة كلها. وقطعت الخضار بقى بتاعي بالشكل ده كله، وهوريكم دلوقتي بقى الكمية اللي انا قطعتها قد ايه. وطبعا فاضل البتنجانية، انا قشرتها كويس جدا، ما سبتش فيها ولا جزء من الاسود، لان انا ساعات لما بعمل مسقعة بسيب فيها جزء كده من القشرة. لا، في الوصفة بتاعت النهاردة قطعيها كده وقشريها تقشير كامل. هبتدي كده اجيب حلة على النار، حطي فيها شوية من الزيت. عندك زيت زيتون حطي، زيت عادي برضو حطي، يعني تقريبا معلقتين او 3، ما تزوديش عن كده. وفي الاول كده هنزل بالجزر، لان الجزر بيحتاج سوا كتير. وبعد كده هنزل بالبسلة، يعني ابداي انزلي كده بالخضار ورا بعضه، بس اختاري الاول الحاجة اللي محتاجة تسوية وقت اكبر. نزلت بالجزر وبعد كده بالبسلة. ودلوقتي بقى هنزل بالفاصوليا. انا كل ما بنزل بخضار كده برجع اقلبه وانزل باللي بعديه. بعد كده دلوقتي انا هنزل بالخضار كله، اهو زي ما انتوا شايفين كده، هاخد الخضار كله وهنزل بيه. وهبتدي بقى اقلبه كله كده مع بعض، حتى برضو قطعة الجنزبيل انا قطعتها قطع صغيرة. شايفين بقى؟ يعني اهم حاجة في الموضوع النهاردة ان انت تمسكي الخضار بتاعك ده تفضلي تقلبي فيه، ما تسيبوهوش ابدا. بعد ما تقلبيه فترة كده حوالي نص ساعة، هتبص تلاقيه كده نزل المية بتاعته. مفيش مشكلة خالص. لو لقيتيه منزلش مية حطي له كده نص كوباية من المية، لان خلي بالك انت لو غفلتي عنه ممكن يشيط معاكي. نزلت طبعا بالخضرة دلوقتي، الكزبرة وكمان الشبت والكرفس، وما تحاوليش تزودي الخضرة علشان ما تغمقش معاكي. يعني الكمية اللي احنا قلنا عليها دي حلوة جدا. طبعا انا بقلب بقى يعني فترة كبيرة، انا قعدت اقلب حوالي ساعتين عشان الخضار بتاعي يستوي ويتهري كويس قوي. حطيت دلوقتي حوالي يعني نص كوباية من الملح. عايزة تزودي الملح عن كده عندك من نص كوباية لكوباية. انا مرضتش ازود عن نص كوباية عشان ما تحدقليش الاكل. شايفين بقى ابتدى ان هو يجيب ميه، انا ما حطيتلوش ميه خالص، بس انتي لو لقيتي الخضار بتاعك ما فيهوش ميه حطي له نص كوبايه ميه، ما فيش اي مشكله. بغطيه كده وبسيبه على الهادي ان هو يستوي، بس ايديا فيه على طول. شويه توابل بقى مهمه جدا، اساسي بقى التوابل يا جماعه. بابريكا وفلفل اسود وكمون وزعتر وبصل بودر وتوم بودر وكركم وكاري. ومعانا كمان كيس من 11 بهار، معلقه كبيره من كل نوع انا قلته. الحاجه اللي مش موجوده عندك والحاجه اللي انت مش بتفضليها ومش بتحبي طعمها في الاكل
شيليها مفيش اي مشكله. بس دي التوابل الاساسيه. حطيت كل التوابل اللي قلنا عليه، وحطيت كمان كيس ال11 بهار، ممكن تستغني عنه مفيش مشكله، بس تحطي بهارات لحمه او اي بهارات عندك انت بتحبي الطعم بتاعها. خلاص كده الخضار بتاعي استوى كويس جدا. هرفع بقى الحله بتاعتي من على النار. ممكن بقى اضربها في الخلاط، بس استنى ان هي تهاوت شويه عشان الخلاط ما يبصي، او في الكبه، او بالهاند بلندر زي ما انا عملت. بس طولي بالك عليها شويه بالهاند بلندر، ووصليها للمرحله اللي انت شفتيها دي. انا رفعتها شويه كده على النار حوالي 5 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. اديتها تقليبتين كده، يعني 5 دقايق مش اكتر من كده عشان لو فيه اي سوائل. طيب انا مش هستخدم بقى ولا دقيق ولا نشا ولا الكلام ده. لا، ما انا ما استخدمتش، انا استخدمت البطاطس. طبعا البطاطس بيبقى فيها كميه نشا حلوه بدل الدقيق والنشا والجيلاتين والحاجات دي كلها. قطعت لي حوالي 3 4 بطاطسات بالحجم اللي انتوا شفتوه. ودلوقتي كده حطيت استرتش راب على الصينيه، وحطيت كده كميه المرقه اللي معايا، وسويت الوش بتاعها بالسكرابر زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه تديلها بس تكتين كده على الرخامه بتاعتك عشان ما يبقاش فيها اي فجوات. وهدخلها دلوقتي الفريزر ليله كامله. لازم ليله كامله، ما تحاوليش تطلعيها قبل كده. عايزه اقول لكم بقى حاجه. لو المرقه بتاعتك فيها ميه، انا ما كانش فيها ميه خالص، انا سويتها تسويه جامده جدا، قعدت وقت كبير على النار. بس ايديا كانت فيها، لان خلي بالكم بتشيط يا جماعه، الحته دي مهمه جدا. تخلي ايدك فيها، ولو لقيتيها ناشفه خالص تزودي لها كده حبه بسيطه ميه كده لغايه ما تنشف خالص على النار. طب لو انت ضربتيها ولقيتي فيها ميه، دوبي كده معلقتين من النشا، حطيهم كده في ربع كوبايه من الميه بعد ما تضربيها، وحطيهم بقى على النار مع المرقه، وافضلي قلبيها علشان النشا يستوي معاها. انا ما احتجتش الخطوه دي خالص زي ما انتوا شايفين. ودخلتها الفريزر ليله كامله، وابتدات اقطعها بالشكل ده. عارفين المكعب ده يا جماعه يعني يعمل مكعبين او 3 من المرقه اللي بتتجاب جاهزه. صدقوني انا حبيت ان انا احط كل المقدار في الصينيه عشان يطلع لي المكعب كده كبير، يكفي الاكله علشان الاسره بتاعتي كبيره. فمكعب واحد هيبقى تمام ويظبط لي الاكله بتاعتي. حلو قوي كده يا جماعة. عملنا كمية كبيرة جدا، يعني تقريبا دول 100 مكعب، 10 في 10 يعني عملوا لي 100 مكعب. والمكعب يعمل 2 و3 كمان من المكعبات الجاهزة. عايزة اقول لكم بقى ممكن تغلفوها بورق فويل او كمان استرتش راب زي ما يعجبك. بس انا ولا بغلفها ولا بكده ولا بكده، اسهل عليا ان انا بحطها في علبة بالشكل ده. بس بحط فاصل كده كيس بلاستيك، وبرجع اعمل صف تاني. ولو العلبة عالية حطي كمان صف تالت مفيش مشكلة. اهم حاجة ان انت تحطي فاصل كده كيس بلاستيك عشان ما تلزقش مع بعضها. وبعد كده بشيلها في الفريزر مش في التلاجة، لان دي ما فيهاش مواد حافظة. نعمل مع بعض كده تيست بسيط على المرقة اللي عملناها. حطيت مكعب كده وحطيت عليه كوباية من المية السخنة، وقلبتها دابت معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. وعايزة اقول لكم بقى ان لونها وريحتها وطعمها مفيش بعد كده. افضل بكتير قوي من اللي انت بتشتريها من بره. بجد يا جماعة الحاجات اللي احنا حطيناها مع بعض والحاجات اللي احنا قلنا عليها خلوا المرقة تحفة. يلا بقى جهزي الخضار بتاعك واعمليها وخزنيها في الفريزر. هتنفعك كمان في رمضان، وهتحلي الاكل بتاعك وهتبقى جميلة جدا. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب القناه. ويا ريت تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم القناه مطبخ مرمور. يلا باي باي، سلام.